السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية إلى كل أحرار وثوار تونس. تحية للتوانسة اللي مازالوا يؤمنوا إلى حد الآن بالوقوف قدام آلة القمع الهمجية اللي قاعدة تتنطع لنا كل مرة وتطلع لنا بحكاية أغرب من الخيال. أكيد وأنكم فهمتوا أني نحكي على قانون الجزر اللي تحاول وتسعى بعض وجل النقابات الأمنية، بالذكر أنه ثم نقابة ولا سنين رافضين القانون هذا لأنه يعرفوا يعني شنو ممكن يترتب عليه. قانون الجزر هذا قانون مهزله، يعني حتى البوليس السري نتاع نيكولاي تشاوسيسكو لم يتجرأ يوم ان يطالب يعني بالنصوص والمهازل اللي موجوده فيه، اللي في خلاصه الامن في تونس يحب يمرر قانون باش يحط المواطن تحت صباته اكثر من اللي حاط له توا. الامنيين شوف القانون هذا ما يتعداش، القانون هذا يعني نتاع فشخ وتعدى على روحك، هذا قانون مستحيل يتعدى في تونس. مازال ثم ناس فايقه. الحجلاوي اللي احنا نعتبروه شهيد، هذا امني تم حرقه، نعتبروه شهيد. الحجلاوي الناس اللي قتلته ثم قانون، والقانون فيه حكم حتى الاعدام. في عوض تتكلموا على حق عائله الحجلاوي وتتكلموا على حق البلاد هذم، قاعدين تستغلوا في الدم تاع الشهداء تاع الامنيين، قاعدين تستغلوا في الدم تاع زملائكم. هذه قمه الانتهازيه. ليش؟ باش تعفسوا شعب، باش تركعوا شعب. احنا ماناش مستحقين وانتم ما كنتش مستحقين القانون هذاك. الظلم لتو مازال، الضرب لتو مازال. اذا كان تحبوا تعديوا القانون جيبوا لنا قدام القضاء وقدام الاعلام وجيبوا للشعب التونسي من قتل السكرافي. اذا كان تحبوا القانون هذا يتعدوا خرجوا لنا المهازل الموجوده الى حد الان. في بالكم انتم النقابات الامنيه علاش ما وقفتوش ضد الرشاوي توا؟ في بالكم العون امن، تعريفه العون يعني في البوليسيه 8 ملايين، في الحمايه المدنيه 6 ملايين، في الديوانه 12 مليون. الى حد الان الناس قاعده تدخل بالرشاوي. نظفوا الجهاز نتاعكم ومن بعد طالبوا باش تقمعوا الشعب هذايا. بعدين سؤال مطروح على الشعب، انتم وقت اللي يموت انتم مواطنين موظفين في دوله اسمها تونس ويطبق عليكم القانون التونسي، في قانون وفي قضاء. اذا كان تحبوا قانون على تفصيلكم، على ذمتكم، القانون هذا ماهوش باش يتعدى حتى ولو كلف ما كلف، لانه القانون هذا يعتبر قانون للتشريع، لاغتيالنا، لاعتقالنا، للتشريع، لهرستنا، لتشريع واحده من اخيب واعفن واقذر الديكتاتوريات. انا متاكد 100% انه هنالك من يدفعكم الى هذا القانون. وقت اللي تقول لي انت راهو تم اعتداء بالعنف على البوليس، يا المواطن يعتدوا عليه بالعنف. هاو معتقد اللي يقتل المواطن يا اخو عامين، اللي يقتل المواطن يا اخو عامين يعني من الامنيين، يعني واللي يجحل شنو الكلام. وبعدين ثم حاجه مهمه جدا على الاعلاميين والصحفيين الاحرار. القانون هذا اللي يمنع انه يكتبوا عليكم ارتيكل، اللي قاعدين يكتبوا على ربي سبحانه، قاعدين يكتبوا على الكعبه والقدس، ما يكتبوش عليكم ومازلتوا تعيشوا. هذه هي الحركات وهذه هي المبادرات اللي ديما تخلي العلاقه نتاعكم مع المواطن متشنجه جدا. مستحيل يحبكم المواطن مادام مازلتوا تخموا بالعقليه هذه والانتهازيه، ومادام مخاخكم مازالت ماهيش في خدمه البلاد، مادام مخاخكم مازال يتبنى عقليه بن علي في عفسان المواطن، فهمت؟ ومخاخكم مازال كان في الفلوس وفي الرشوه. يا خويا علاش ما عملتوش مبادره وقانون النقابات الامنيه؟ علاش ما عملتوش حمله ضد مكافحه الرشوه في صلب وزاره الداخليه، واللي هي تتربى على عرش، فهمت؟ ومتحصله على بطوله الوطنيه للرشوه من اللي بدا الاستقلال تو. علاش ما تكلمتوش على الخبز هذا الكل؟ شنو يتعدى؟ شنو انا هو قانون مش تعدوه؟ شنو يعني من الغباء جدا. كل مره تثبتوا اللي يعني غباء مفرط. احنا قانون المصالحه وقفنا له ومازلنا ناقفوا كيف اي مواطن تونسي في حمله مانيش مسامح، ومساندين حمله مانيش مسامح. هذه حمله ما يتعداش ومستحيل يتعدى القانون هذا كوت كوت. شوف القانون هذا ودعوه الى الشرفاء، عندنا شرفاء راهو زاد عندنا بعض بصراحه على كلمه بعض ولسوء الحظ اقليه حتى من الضباط يعني في الامن وبعض الامنيين اللي اتصلوا بنا قالوا راهو احنا ضد، لانه قانون كيف هذا او فكره تمريره يزيد يقلب علينا الراي العام ويكره الراي العام فينا. هما ضد. ثم القضاة، ثم الحقوقيين، ثم الصحفيين، وثم المحامين. لما لجنه وطنيه كامله تحت اي مسمى يختاروه الناس اللي باش تنضم وتتعمل اللجنه هذيا، ومستحيل باش يتعدى ما يتعداش. ودعوه الى كافه الاحرار واحبابنا واصحابنا، راهو الامنيين قاعدين يربحوا في الوقت الى حد الان لاكتوبر، فهمت؟ لذلك دعوه انه نسرعوا من تو. وبالنسبه للامنيين والله زايد، والله بابوس الكلب حطوه في قصبه 40 سنه،
خرجوه طلع معوج ومشكورين.